فاهمين، والله لا نخلى النار تاكل نص إسرائيل. التقيت مع مبارك وقال لي مبارك يقول موشي أرنس أثناء حرب الخليج الأولى: لا تقلق، صدام حسين يعرف مدى قوة إسرائيل ولن يضربكم. ولذلك ومن غير أن نسأل سوف نضرب إسرائيل. واتضح بأن مبارك مخطئ وأن صدام هو الذي قال وفعل. مجدني خلد ويبقى على طول الحياة شامخة ولا له مثيل في باقي كونها، وفعلنا معروف محد تجاهله ونسافقها ما تلفخر سيرة يقرنها. نسهج ديار العدو لن يجلي من حماه، نضرب كبار المصايب ونثني دونها. لا تلاصت العزاوي وهدات الرماه وابتدى ضرب الهنادي. ويجب عليك أن تحترم آداب الجلسة، اختصاصها. الجلسة محترمة، ثبت هاي العبارة طبعا تلفظها المتهم صدام. أطلب أنا غير ملزم عدم الحضور في هذا القفص لأنه يجبني أن أحضر. أنا راح أرغب تلتزم بالصمت، تلتزم بالصمت لمن أكمل كلامي. إذا عندك رد تجاوب. هذا طلب. المحكمة الجنائية العراقية العليا، محكمة أتكلم وياك يا راسي وصكت الليالي تبي رجال، إذا شالت الأحوال ما طق أصابع. مكتوب عنوان: الله ثم نبوش ولا ذهبنا، الله ثم نبوش ولا ذهبنا. يا بوش ما قصرت يا ذرب الأيمان، عرضت جيشك للهلاك بسببنا يا بوش. ما اسمك بوش، اسمك كحيلان. البوش والله واتخاذ العرب. الاحتقارية للعربي، الاستصغارية،